رسميا إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا. الوفد الكوستاريكي عاد إلى الكويت بسبب مشاكل في نقطة جوازات الحدود العراقية. نقطة الجوازات أصرت على اتباع البروتوكول الرسمي، وهو ختم جوازات اللاعبين قبل دخولهم إلى البصرة. الوفد رفض تسليم الجوازات وقرر العودة إلى الكويت. السبب أن دخول العراق والختم العراقي على جوازات لاعبين كوستاريكا سبب مشاكل سياسية للاعبين الكوستاريكيين مع الدول الأخرى. المعبر الحدود العراقي عمل على شيء وأخذ موافقات خاصة من مكتب رئيس الوزراء العراقي بعبور المنتخب الكوستاريكي والدخول إلى العراق من دون ختم الجوازات، ومع ذلك المنتخب الكوستاريكي رفض الدخول وقرر العودة إلى الكويت. الاتحاد العراقي عمل على كل شيء بتنسيق مع الحكومة العراقية، لكن السكرتير المرافق للمنتخب الكوستاريكي قرر عدم الدخول والعودة إلى الكويت. الوفد الكوستاريكي واجه مشكلة في أن تجهيزاته وملابسه دخلت الأراضي العراقية بحافلة أخرى، لكن تمكن لاحقا من إعادتها، وذلك سوف يعود إلى الكويت ويسافر إلى قطر يوم الجمعة ويشارك بكأس العالم. الاتحاد العراقي فتح اتحادات البوسطة ومقدونيا ونيجيريا وبلجيكا ومصر لتأمين مباراة بدلا من مباراة كوستاريكا.